في عز الليل لما كل الأصوات بتسكت بيجي وقت الأسئلة اللي ما بنحبش نجاوبها، الأسئلة اللي بنخاف نسألها أصلا. هل في أماكن على كوكبنا لسه محتفظة بأسرار عمرها آلاف السنين؟ وهل ممكن يكون في معالم أقدم من التاريخ ومش من صنع البشر أصلا؟ وقبل ما نبدأ رحلتنا لجزيرة غامضة ومليانة أسرار، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، صلاة تنور القلوب وتشرح الصدور وتحمينا من كل شر مكنون في الغيب. يلا بينا نبدأ. الجزيرة اللي مش على الخريطة. تخيل كده انك راكب مركب وماشي وسط المحيط الهادي، وفجأة تلاقي نفسك قدام جزيرة صغيرة جدا اسمها جزيرة الفصح، وفي اللغة الأصلية اسمها رابا نوي. جزيرة منعزلة تماما ما فيهاش أي حاجة متوقعة غير تماثيل ضخمة ماشية في صفوف وبتبص ناحية الداخل كأنها بتحمي الجزيرة. أكتر من 900 تمثال حجري، كل واحد فيهم طوله حوالي من 4 ل 10 متر، عيونهم فاضية، ملامحهم جامدة، وحجمهم فوق الخيال. لكن السؤال، مين اللي بنى التماثيل دي وليه؟ وازاي قدروا ينقلوا تماثيل بالحجم ده من غير اي تكنولوجيا؟ لعنة المواي. الناس اللي سكنوا الجزيرة من آلاف السنين تركوا وراءهم تماثيل، لكن ما كتبوش ولا حرف، مفيش كتب، مفيش نقوش بتشرح، بس في أسطورة بتقول إن التماثيل دي مش بس حجر، دي أرواح الأجداد وبتحمل قوة روحانية رهيبة. في باحثين بيقولوا إن في كل مرة اتنقل فيها تمثال من مكانه بتحصل مصيبة، ناس اتجننت، مراكب غرقت، سكان الجزيرة نفسهم اختفوا. في سنة 1914 فريق بريطاني حاول يحرك تمثال واحد، وفجأة مات 3 من الفريق في نفس اليوم من غير أي سبب عضوي واضح. صدفة ولا لعنة حقيقية؟ الزوار من السماء. نظرية شهيرة جدا ظهرت في الستينيات وقالت إن تماثيل المواي دي مش من صنع بشر، لا، دول اتبنوا بمساعدة كائنات فضائية زارت الأرض. ليه؟ لأن مفيش أي تفسير منطقي لطريقة نحتهم ولا لنقلهم ولا حتى للعيون اللي بتشوفها التماثيل. على فكرة تم اكتشاف إن بعض التماثيل كان ليها عيون من مرمر أبيض، وكأنهم بيتابعونا حتى بعد آلاف السنين. حكايات مرعبة من قلب الجزيرة. أهالي الجزيرة بيقولوا إن في أيام معينة في السنة التماثيل بتتحرك، مش بمعنى إنها بتمشي فعلا، لا، لكن الأرض بترب والناس بتسمع همسات وخطوات تقيلة بتهز التربة. شاب من سكان الجزيرة اسمه مانوتي بيحكي إنه وهو طفل شاف التمثال اللي جنب بيته بيبصله، حرفيا راسه اتحرك سنتي صغير وسابه مشلول الخوف 3 أيام كاملة. باحث فرنسي سنة 1979 حاول يبات ليلة في قلب الجزيرة وسجل أصوات غريبة جدا كأن حد بيئن أو بينده باسمه. الراجل رجع بلده وما تكلمش عن اللي حصل غير قبل موته بكام شهر لما قال: أنا شفت حاجات مش للبشر يشوفوها، أسرار مدفونة تحت الأرض. في 2011 حصلت مفاجأة ضخمة لما العلماء اكتشفوا إن التماثيل دي مش بس رؤوس، والله التماثيل ليها أجسام كاملة مدفونة تحت الأرض. ليه اتدفن؟ مين اللي دفنهم؟ واكتشفوا نقوش ورسومات على الأجسام دي كأنها شفرات أو تحذيرات. في نقش مكتوب بلغة غريبة جدا ما فهمهاش حد لحد النهاردة، بس الترجمة التقريبية ليه كانت: احذر من أن توقظ الحارس، بوابة لعالم تاني. في منتصف الجزيرة في صخرة ضخمة جدا اسمها نافذة الأرواح. الصخرة دي مش عادية، اللي يقف قدامها في وقت الغروب بيحسوا إنه بيتسحب لورا كأنها بوابة بتشدك. في نظريات بتقول إن جزيرة الفصح كلها كانت نقطة اتصال بين الأرض وعالم تاني، بوابة أو مدخل لعالم الأرواح، وإن التماثيل دي ما كانتش معمولة لحماية الجزيرة، لا، دي كانت بتمنع حاجة تانية من إنها تخرج.
أسئلة من زاوية مختلفة. ليه محدش قدر يشرح النقوش الموجودة؟ وليه السكان الأصليين اختفوا فجأة؟ هل فعلا تماثيل المواعي هي الحراس ولا السجناء؟ ولو دول كانوا بيحموا العالم من شر تاني، يبقى احنا في أمان ولا الوقت قرب والحراس هيسيبوا أماكنهم؟ جزيرة الفسخ مش مجرد مكان، دي علامة ودرس من التاريخ أو من ما قبل التاريخ. ومهما حاولنا نحل ألغازها دايما هنلاقي إن في حاجة مش مفهومة، وحاجة جواك بتقول فيه سر كبير لسه مستخبي. وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا، رحلة فيها غموض وأساطير وتساؤلات لسه ما لقيناش لها إجابة، لكن يمكن يوما ما نكتشف إن الحقيقة كانت قدامنا من الأول، مستنية بس اللي يشوفها من زاوية مختلفة. وقبل ما نقفل خلي قلبك حاضر، وتعالى ننور اللحظة دي بنفحة من نور الصلاة على حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في السماوات والكون من تجليات ونفحات ورحمة، صلاة ترقينا وتفتح لنا أبواب الفهم والنور والسكينة. ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تدوس لايك واشترك في القناة لو لسه جديد معانا، وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الحكايات اللي بنشوفها من زاوية مختلفة، وكل حكاية وراها زاوية، وكل زاوية وراها حكاية. وبس كده يا صديقي.